بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى على النبي كده يا حبايب قلبي، صلى على النبي واذكروا الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. صلى على النبي دايما كده ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله وبحمده على خلقه ونفسه ذات العرش ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ورتم بسيط كده النهاردة هعمل معاكم هشوي السمك، فعايزاكم بقى ايه. انا والله ما انا عارفة احط التليفون فين، لان انا بصور لوحدي مفيش حد معايا. ده الفرن اهو، مش عارفه بقى شوفوا ده الفرن السمك. احنا بقينا المغرب يعني بصراحه يعني، فهو طبعا هقفل كده، هوقف الكاميرا لما اولع بس الفرن، وبعدين هوريكم تاني. دي الفرن يا حبايب قلبي، هو والع اهو، والسمك اهو بصوا فيه. في ناس بقى بتجيب مطرحه كده وترص عليها وتحطوا بقى وتحطوا بقى في الفرن، لكن انا بقى بحذف كده، وفي الاخر بقى برص هيها يعني، عشان ماسكه التليفون بايد وبصور بايد، فمش عارفه. اللي بيقول لي يعني حط التليفون في مكان او وقفيه على حاجه وصوري، مفيش حاجه اصلا. وانا تحت وعند الستاند فوق، بس فوق الحامل فوق هقعد اجيبه معايا. هشتري الحاجه دي وانا نازله، ولا هشتري الحامل وانا نازله؟ ربنا بقى هو المستعان، وربنا يعني كل واحد على حاله. وادعوا كده دايما ربنا، استغفروا ربنا، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دايما نذكر الله في كل حاجه احنا بنعملها، واحنا بنعمل اي حاجه نستغفر ربنا كده ونذكر الله. والله يعني الواحد لما يعمل كده تبص تلاقوا الروح يعني المعنويات اترفعت، والطاقه الايجابيه جات وكل حاجه. فربنا سبحانه وتعالى يدي لكل واحد على قد نيته، واللي يتمنى خير لحد ربنا يديله يجازيه اكتر منه كمان وكمان. واللي يتمنى الشر لحد بقى ربنا هو اللي عالم اللي في القلوب، وعالم اللي في دماغ الانسان، وعالم كل حاجه. احنا ما بنعرفش اللي في نية البني ادم. ممكن البني ادم ده يبين لك ان هو حبيبك وبيحبك ومفيش بعد كده، وهو اصلا مفيش اي حاجه من ده اصلا. فبيجي اي موقف كده لو بسيط، موقف صغير كده، بيبين لك كل واحد على حقيقته، وبيبين لك كل واحد على هو انت بالنسبه له وكل حاجه. فالحمد لله والشكر لله على كل اللي يجيبه ربنا، وكل اللي يعمله ربنا. وبدل ربنا بيحبنا بيبين لنا كل واحد على حقيقته، وبيبين لنا الانسان ده الحلو من الوحش، كل حاجة بيبينها لنا. فالحمد لله والشكر لربنا سبحانه وتعالى ان هو بيبقى يعني يعرف كل واحد على حقيقته. مش هيسيبنا نفضل طول عمرنا مغفلين، ولا يسيبنا طول عمرنا حاطين للناس ديت يعني حاجات كده، يعني حاطينهم في مكانة
في غير مكانتهم بجد يعني. المفروض كل واحد يتحط في مكانه الصح، وفي مكانه اللي المفروض يتحط فيه، اللي هو ما ياخدش اكبر منه. فسبحان الله يعني، ربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل واحد على قد عمله يعني. فانا والله يعني انا ما مش بقول الكلام ده مثلا انني زعلانه من حد او حاجه، لا 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 والله. انا قلت ان انا دايما هديكوا طاقه ايجابيه، مش عمر ما هديكوا طاقه سلبيه ابدا. واي مشاكل، اي هموم، اي حاجه ممكن الواحد يطلع ويفضفض معاكم، ولو في مشكله او حاجه ممكن الواحد يطلع ويفضفضها معاكم. ممكن اي حد يقول راي، يقول اي حاجه يعني، لو الواحد محتاج يعني ان هو حد يشاركه في اي حاجه يعني عايز يعملها بتاع كده يعني. فانا عايزاكم يا حبايب قلبي اعملوا لايك بقى، اعملوا لايك كده، لايك حلو، لايك حلو كده منكم كده، تكبروني كده وتكبروا عيلتي الجميله اللي معايا. انا مبسوطه منهم والله، ومبسوطه من اي حد بيعمل لي تعليق او بيقول لي اي كلمه بيرفع من روحي المعنويه وبيديني دايما طاقه ايجابيه. فانا متشكره لهم أوي يعني بصراحه. وربنا يجازيهم كل خير، ويجازي كل انسان بيدي لاي حد طاقه ايجابيه، او بيرفع من روحه المعنويه، او بيديله حاجات حلوه، او بيقول له تعليق حلو، او بيقول له كلمه حلوه. ربنا سبحانه وتعالى بيجازيه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجازيه بأحسن من كده كمان يعني. يا جماعة يعني ربنا سبحانه وتعالى قال تبسموا في وجه أخيكم، يعني البسمة نفسها والضحكة في وش أي حد بتبقى صدقة يعني سبحان الله. ربنا بيجازينا بيها وبيدينا حسنات عليها يعني. فما ينفعش ان احنا نعمل الناس او نقول للناس حاجات سلبية توقفهم ان هم يعملوا اي حاجة او يبقوا متضايقين، او يعني احنا هيجيلنا ايه يعني مثلا، يعني هيجيلنا ايه لما نقول لحد كلمة مش كويسة او نكسر بخاطره او نزعله او نخليه دايما زعلان من الكلام اللي بيقعد يتقال له. هم كل واحد ربنا يعينه على حاله ويعينه اللي هو بيعمله، والدعوة الحلوة على الاقل تاخد فيها صواب يعني، مش يا اما ما تتكلمش خالص يعني، يا اما نقول لهم كلمة حلوة ترفع من روحهم المعنوية، والكلمة الحلوة صدقة او ربنا هيجازينا عنها يعني عن فعل الخير، ده حاجة حلوة. يا اما ما نتكلمش، ما نقولش اي حاجة، بحس ان محدش يزعل ولا حد، لان الدنيا والهموم واللي الناس فيه مش مستاهل ان هو يعني يشيل اكتر من طاقته. يعني كل واحد ربنا هو اللي عالم به وعالم بحاله، فما نجيش نحمل الناس فوق طاقتها كمان، نقول لهم كلمة تزعلهم او نقول لهم حاجة ان هم يزعلوا منها، ونشيل الناس يعني نشيل البني ادم ده اكتر من طاقته. يعني الواحد طالع وبيقول يعمل محتوى حلو، محتوى الناس تشجعوا فيه، الناس يبقى له عيلة ويبقى له اهل ويبقى له ناس يشاركوه الحياة ويشاركوه في اللي هو بيعمله. وعايزين يعني حد يشجعنا، مش يكسر بخاطرنا او يكسر يوقف يعني يحبطنا ان احنا ما نعملش اي حاجة. لا يعني المفروض يعني ندعي له دعوة حلوة ان ربنا يوفقه وربنا يعينه على اللي هو فيه، وربنا موجود للكل. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لو ساب العبد للعبد، يعني العبد للعبد، كان زمان دلوقتي بناكل في بعض، محدش هيعمل حاجة لحد. فربنا سبحانه وتعالى كبير وبيعين كل واحد على حاله. فيا جماعة يعني المفروض يعني نشوف ظروف بعض ونشوف الناس فيه، واللي الحال البلد ديت اللي احنا فيها، الحاجة اللي بقت غالية والمعيشة، الواحد بيدور على اي حاجة يعملها على اساس ان هو ربنا يرزق وربنا يبقى معاه ويقف جنبه بيكم برضه، يعني بالناس الحلوة، الناس اللي بتكتب تعليقات حلوة وبتقول كلام حلو وترفع من روحنا المعنوية وتكبر بخاطرنا كده. كل واحد يعني كفاية ان الواحد مثلا لما يلاقي حد بيكبر بخاطره او يقول له دعوة حلوة،
بيبقى مبسوط منه وبيدعيله. كفايه دي بس عند ربنا لما يلاقي البني ادم بيدعي له كده، ان هو ما احبطوش او ان هو بيقول له كلمه حلوه، بيبقى مبسوط قوي. كفايه دي عند ربنا سبحانه وتعالى. لما تفرح اختك او اخوك المسلم بكلمه حلوه، يبقى فرحان، يبقى مبسوط. بس تاني بقى بحبك قوي في الله، واعملوا لايك كده ولا اي حاجه يعني. عرفوني حتى يعني، حسسوني ان انا حد سامعني او ان انا بتكلم مع حد يعني. فانا هوقف الفيديو بقى لما اخلص واطلع فوق اعمل معاكم الرز. السمك اهو. التليفون كان سخن خالص، كان سخن من النار بتاع الفرن، فعشان كده قفل لوحده. اهو انا بحب حد او هو طالع من الفرن، عشان يوم يشرب التحديقه كده ويبقى حلو. طبعا السمك اهو. هطلع بقى واعمل معاكم هعمل شويه رز كده بشعريه اعملهم معاكم. هعمل كوبايه رز واحده عشان السلم. انا طالعه السلم صعب. من كوبايه رز واحده بس، لان انا كان عندي كشري من امبارح وانا بحب اكل السمك بالكشري بصراحه يعني. فانا هعمل كوبايه واحده بشعريه كده، عشان عندي محمد ابني ما بيحبش الكشري، بعدس ياكل بسمك. خليكم معايا كده عشان كوبايه واحده اهي اعملها شعريه. اعملوا لايك كده حبايب قلبي، اعملوا لايك. مش عارفه الاضاءه مالها كده، الدنيا مالها كده مش عارفه. سامحوني بقى حبايب قلبي عن الإضاءة، مش عارفة مالها.
يا رب يا رب سترك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك يا رب، يا صاحب العفو والرضا يا رب يا رب. خليها ولا عليها ازاي شوية شعرية قدنا الدنيا قدنا الدنيا. بس كده هما الشعرية هرجع لورا مكانها ما عنديش هنا. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي، صلوا على النبي كده واذكروا الله دايما. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واعملوا لايك كده يا حبايب قلبي، اعملوا لايك، اعملوا لايك حلو كده زيكم كده. ده الرز بقى اهو. الملح طالع لحد ما يقع.
ما يعمل كده لما وفي شوية بقى معاه نخلصهم بقى برضه في الحوض عشان يبقى ايه حوضنا كده نضيف، مش فيه حاجة ايه وسخة كده اول باول، كل حاجة تبقى نضيفة كده اول باول، ما ايه ما تكبش الدنيا فوق دماغنا. ده الطبق بقى اللي كنا بنقلب فيه ده السمك. كده في السلطة اهي حبيب قلبي، فلفل اخضر اهو، فلفل اخضر، فلفل الوان اصفر واحمر، وخيار، طماطم. هقطع بقى كله على بعضه للسلطة. والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله كبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن
السلطة اهي قطعها كلها على بعضها قطعها كلها على بعضها وهرجع لكم تاني. دي السلطة اهي بقى، وده الرز. والعيال بقى اما يجوا نغرف بقى وناكل، وتعالوا اتفضلوا بقى كلوا معانا. وعايزاكم تعملوا لي بقى لايك، وان كان الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد مني. وده السمك طبعا. فما الاولاد بقى، اصل الاولاد ما بيجوش دلوقتي عشان افضل فاتحه الفيديو او علقه ما هم يجوا. فهو طبعا السلطه والرز والسمك. وصراحه انا ما جبتش خضار النهارده عشان اعمل يعني يبقى معاهم. فالحمد لله والشكر لله على كل نعمه، ولو اقل من كده احنا راضيين وحامدين وشاكرينه. ربنا يديمها دايما ويحفظها من الزوال. وحبيب قلبي، اذا كان الفيديو عجبكم واعملوا لي بقى لايك وشير، واكتبوا لي تعليقات حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. باي باي.